في فيديو النهاردة هوريكم ازاي تعملوا مافن بطريقة احترافية زي اللي بتاكلوه في اي كافيه. مافن الشوكولاتة من الحلويات المفضلة بالنسبة لي جنب القهوة. مش معنى ان احنا مقاطعين ان احنا مناكلش الحاجات اللي بنحبها. اوعدكم لو عملتوا المافن بنفس الطريقة اللي في الفيديو ده هتاكلوا نفس مافن ستاربكس في البيت، نفس الشكل ونفس الطعم وبمقادير بسيطة جدا. قبل ما نبدأ، أنا نسمة ودي قناتي، لو أول مرة تشوفوها اشتركوا وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدأ على طول. أول حاجة المكونات الجاف، هحتاج 3 كوبايات دقيق، أي دقيق تستخدموه. هزود عليهم كوباية إلا ربع كاكاو خام غير محلى، رشة ملح، وهستخدم في وصفة المافن دي 1.5 صغيرة بيكنج صودا. الوصفة دي مفيش فيها بيكنج باودر. هقلب المكونات الجافة دي كويس قوي وهسيبها على جنب. باقي المكونات بقى في بولة تانية، هحتاج 3 بيضات متوسطة، هزود عليهم 1 صغيرة فانيلا، نص كوباية حليب، 1.25 كوب سكر. كل المقادير بالكوب المعياري. هسيب لكم كمان المقادير كلها في صندوق الوصف. هزود كمان 1 معلقة قهوة سريعة الذوبان، بتعزز طعم الشوكولاتة ومش بتحسوا بطعمها خالص. هزود بقى علبة زبادي متوسطة اللي هي وزن 170 جرام. بعد كده هزود عليهم 3/4 كوباية زيت. في الوصفة دي أنا مش هستخدم زبدة والنتيجة أحلى كتير بالزيت. بعد كده بقى هبتدي انزل على الخليط ده المكونات الجافة اللي عندي. هبعد المضرب بقى وهبتدي اقلب بسباتشولا او بمعلقة خشب او اي حاجة. هقلب بس لحد ما المكونات تندمج، لحد ما تلاقوا ان الدقيق اختفى. لو قلبنا كتير في الوصفة دي هتطلع ناشفة. طبعا معلومة ناس كتير ما تعرفهاش، ان المافن ده نوع من انواع العيش، هو ملوش اي علاقة بالكيك. عشان كده كل ما نقلب كل ما هنفعل الجلوتين وهيطلع في الاخر ناشف جدا. ده قوامه المظبوط، بيكون تقيل شوية عن الكيك. هحتاج بقى 250 جرام شوكليت شيبس اي نوع تحبوه. هنزلها عليه وهسيب بس شوية عشان ازودهم على الوش. هنقلبها بالراحة في الخليط كده. بعد كده هغطي الخليط ده كويس جدا وهدخله التلاجة اقل حاجة ساعة. الخطوة دي بتفرق كتير، وهي السبب ان يطلع معاكم قوام المافن نفس اللي بتجيبوه من بره، بيرتفع بالشكل اللي انتوا بتشوفوه في الجاهز. هنغطيه ونسيبه ساعة وتقدروا تسيبوه من قبلها بيوم. هحتاج بقى 100 جرام شوكولاتة، هنقطعها بس مكعبات صغيرة كده. نيجي بقى للصينية اللي هنسوي فيها المافن. قدامكم اختيارين، في الصواني المخصوصة للمافن بيكون حجمها كبير زي ما انتوا شايفين كده، بتكون عميقة وكبيرة عن مقاس الكب كيك، وتقدروا برضو تعملوها في نفس صينية الكب كيك، هتبقى صغيرة بس مش هتبقى نفس الشكل بتاعت بره، مفيش اي اختلاف في النتيجة. هاخد مكعب زبدة وهدهن الطروف بتاعت صينية المافن اللي انا هشتغل فيها. النهاردة انا هستخدم صينية المافن عشان انا عايزاه يطلع بنفس الشكل بتاع بره ونفس السايز. هنستخدم كمان الورق بتاع المافن ده، بيكون موجود في المحلات بتاعت مستلزمات الحلويات. هنطلع بقى الخليط اللي حطيناه في التلاجة، هديله تقليبة بسيطة بس، شايفين قوامه تقل كمان زيادة. تقليبة بسيطة مش محتاجة أقلب كتير. هستخدم بقى معلقة الآيس كريم مثلا عشان تسهل عليا إني أحط الخليط ده عشان هو تقيل شوية. هبتدي أملى ورق المافن لحد آخر الصينية. أيوة أنا عارفة إن كل مرة عملته فيها مافن أو كب كيك ومليته الصينية للآخر طلع بره وبهدل الصينية وباظت الوصفة. صدقوني ده مش هيحصل النهاردة. الوصفة دي مختلف، هو ده اللي هيديني شكل المافن اللي بنجيبه من بره. هقسم الكمية دي عملت معايا 12 وحدة مافن من الحجم الكبير اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. طبعا لو هتستخدموا صينية الكب كيك هتبقى الكمية اكتر، ممكن توصل ل20 او 24. هزود بقى عليه على الوش شوية من الشوكليت شيبس اللي انا سبتها على جنب والقطع الشوكولاتة. هدخلهم بقى فرن سخن مسبقا، لازم الفرن يكون متسخن قبلها ب10 دقايق على درجة حرارة 220. الرف اللي هسوي عليه المافن يكون في التلت العلوي من الفرن، ده بيضمن لي درجة حرارة منتظمة طول مدة التسوية. هدخلهم الفرن على درجة حرارة 220، هياخدوا 9 دقايق بالظبط. بعد ال9 دقايق من غير ما تفتحوا الفرن هنوطي درجة الحرارة ل160، هسيبها كمان 10 دقايق. ده شكلهم أول ما طلعوا من الفرن. هطلعهم على طول من الصينية عشان بخار المية ما يخليش المافن طري من تحت. هحطهم على شبكة واسيبهم يبردوا تماما. اظن شكله باين ان هو زي اللي بره بالظبط. ده نفس المقاس والشكل اللي بنجيبه من بره. بنجيب الواحدة تقريبا ب 80 جنيه. الوصفة دي كلها على بعضها اتكلفت 150 جنيه، عملت 12 واحدة. شايفين القوام بقى والشكل؟ مش قادرة اقول لكم قد ايه انا كنت مبسوطة جدا بنتيجة الوصفة دي. ادتني نفس الشكل ونفس القوام اللي انا بحب اكله من بره. طعمه خطير، قوامه دنس جدا ونكهة الشوكولاتة باينة جدا فيه.
لو انتوا بتحبوا المافن زيي لازم تجربوا الوصفة دي، وهستناكوا تقولولي رأيكم. بس كده، لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. أشوفكم الفيديو الجاي.